تخيل لو رجعت بك الأيام لوقت لم تكن فيه التكنولوجيا الثورية موجودة في حياتك اليومية. كيف كانت الأمور بسيطة آنذاك؟ من أيام الهواتف الأرضية وألعاب الأتاري إلى الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة، غيرت التكنولوجيا كل شيء. كيف تطورت حياتنا اليومية بالكامل، من أسلوب التواصل وحتى أسلوب العمل واللعب؟ التكنولوجيا كانت المفتاح. هل تتذكر الحياة قبل الجوالات الذكية والإنترنت؟ عندما كان التواصل يعتمد على الرسائل الورقية والمكالمات الأرضية فقط. اليوم، التقنية غيرت طريقة تواصلنا، عملنا، وحتى نومنا. أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. تأمل كيف أصبح العالم مجتمعاً رقمياً بفضل هذه التقنيات الرائعة. كيف جمعت التكنولوجيا كل شيء في راحة يدك. التحول الرقمي غير أسلوب حياتنا بالكامل، وأصبحنا جزءاً من مجتمع ذكي ومتواصل رقمياً باستمرار. كل هذه التكنولوجيا جعلت حياتنا أسرع وأسهل، ولكنها أيضاً تتطلب منا التكيف المستمر مع التطورات الجديدة، من التعليم عن بعد إلى الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي. التكنولوجيا الآن بمثابة العمود الفقري الحضاري لعالمنا، من منصات التواصل الاجتماعي إلى تطبيقات الترفيه والموسيقى. التكنولوجيا غيرت كيف نستمتع بحياتنا اليومية بشكل كامل. قبل التكنولوجيا، كنا نبذل مجهوداً كبيراً لنصل للمعلومة، لكنها الآن متوفرة بسرعة البرق بفضل التكنولوجيا الحديثة. هل كنا سنتمتع بنفس نمط الحياة لو لم تكن التقنية موجودة؟ كيف غيرت مسار تطور البشرية وأثرت فيها بكل الجوانب، من الألعاب البسيطة والسينما التقليدية إلى الواقع الافتراضي والألعاب ثلاثية الأبعاد؟ التكنولوجيا حولت أوقات فراغنا لمرح ليس مسبوق. التكنولوجيات الحديثة تقدم لنا فرصاً لا نهائية للتواصل والاكتشاف، وكيف لها أن تمنح العالم بعداً جديداً من التفاعل والتواصل. في النهاية، التكنولوجيا بينت لنا إمكانيات جديدة لم نكن نتصورها. شعارها الأساسي تطور بلا حدود، وتواصل بلا انقطاع، وإبداع بلا قيود. كل هذه التغيرات تشير لشيء واحد: المستقبل هنا والآن. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، الحياة التي نعرفها لن تعود كما كانت أبداً.